نجمة المغرب العربي الجميلة بسمة بوسيل. سنة 1991 وتحديدا في المغرب اتولدت نجمة مختلفة جدا ومثيرة للجدل، وهي بسمة بوسيل. حتى بيركز معايا في تفاصيل التفاصيل. نعمل اغاني لاولادنا بس احنا بس اللي بنسمعها. طلاق حضاري بين تامر حسني وبسمة بوسيل. المشكله فيا انا اللي بتعلق قوي بالناس. بنحافظ على ولادنا، هم ملهمش ذنب في اختياراتنا. لاحظ اهلها من وهي طفله ان صوتها حلو جدا، وده اللي خلاها بدات مشوارها الفني في عالم الغنى في سن صغير كمان، خصوصا بعد مشاركتها في برنامج ستار اكاديمي في الموسم السادس سنه 2009. بدايتها كانت مميزة جدا، وده لأنها بدأت بصوت حلو وموهبة تستحق فعلا، ده غير الحضور القوي طبعا، وده اللي خلاها تكسب شعبية كبيرة بين الجمهور العربي. لما دخلت بسمة ستار اكاديمي كانت واحدة من القلائل اللي قدروا انهم يثبتوا نفسهم ويسيبوا أثر في البرنامج بسبب صوتهم وأدائهم الرائع، وقدرت وقتها انها توصل للنهائي في الموسم ده، ورغم انها ما كسبتش اللقب لكن خرجت وهي عندها جمهور كبير جدا في الوطن العربي كله. وما كانش بس صوتها هو سبب حب الناس ليها، الناس حبتها كمان بسبب شخصيتها الهادية، وان كان ليها طريقة وأسلوب مميزين في الغنى، يعني نقدر نقول كان ليها طابع خاص، وده خلى بسمة ملفتة للنظر أكتر وأكتر. بعد ستار اكاديمي الكل كان متوقع ان بسمة هتستمر في الغنى وتكمل مشوارها فيه، لكن هي اختارت مسار تاني خالص، وده بعد ما اتجوزت الميجا ستار تامر حسني، فقررت انها تتفرغ لحياتها الاسريه، وده خلى كتير من الناس تتفاجئ، خصوصا فانزها اللي كانوا مستنيين يشوفوها بشكل اكبر في عالم الغنى. ومع مرور الوقت وبعد جواز بسمة وتامر، بسمة لقت شغفها في حاجه تانية وهي تصميم الازياء، واسست ماركتها الخاصه في عالم الازياء، وابتدت تصمم ملابس وفساتين، وده خلى اسمها يظهر بشكل قوي في عالم الازياء بدل الغنى. ماركتها لقت نجاح وكانت بتتعامل مع مشاهير كتير، وكل قطعة كانت بتعملها كان ليها طابعها الخاص المميز. بس بعد شوية سابت بسمة المجال ده واتجهت لمجال الكوزماتكس، وعملت براند باسمها في عالم منتجات التجميل، وده الأشهر حاليا واللي هي شغالة عليه أكتر، والبراند ده بقى له مكانة مهمة وسط منتجات التجميل الكبيرة. ووسط كل نجاحاتها دي كان بيحصل شوية حاجات شخصية تثير الجدل حوالين بسمة، وطبعا نقصد علاقتها هي وتامر، شوية خناقات على كام ستوري، فتامر يرد متهورة بس بحبك، وكل خناقة أو ستوري من دول كانت بتقلب السوشيال ميديا. لحد شهر ابريل سنه 2023 اعلن تامر وبسمة الانفصال النهائي بينهم، ووقت فرح حالة مسؤوله السوشيال ميديا لتامر واللي تامر حضره، بسمة اتضايقت منه جدا وكتبت ستوري ان هالة دي هي اللي خربت بيتهم، وانها زعلانه منه جدا وهتعمل له انفولو لمدى الحياه. بكره الغدر، لما تدخلي كده افعى لبيتك، عارفه بجد افعى، وبعدها اتصالحوا وانفولو واتصالحوا وانفولو واتصالحوا، ومبقيناش نركز بقى في الموضوع ده عشان زهقنا بصراحه. والغريب بقى ان بعد الانفصال وبفتره علاقتهم ببعض بقت احسن بكتير من الاول، ده حتى بسمة نفسها لما ظهرت في رمضان في برنامج على المسرح قالت الكلام ده. بساعات ممكن انت تتطلقي وكل واحد يرجع يبقى يفكر في حاجات كتير قوي ويظبط نفسه في حاجات، يعني صحيح. ممكن الطلاق يبقى ريستارت. لغايه دلوقتي عملت ايه، طمنيني عليك، هو بيعرف كل حاجه انا بعملها. بنشوف تامر وبسمة مع بعض في تجمعات الاصدقاء او سحور عامله تامر لاصحابه فلازم يعزم بسمة، وبنشوفهم مع بعض في خروجات لوحدهم، ودايما حريصين انهم يكونوا بيعملوا كل حاجه ما بينهم بود واحترام علشان صحه ولادهم النفسيه. ورغم الانفصال الا ان تامر وبسمة دايما ترند، كل يومين حد يقول رجعوا، لا دول متخانقين، يا جماعه لا اتصالحوا. بصراحه بقى ما هو ده مش من فراغ، انا هقول لكم ليه. لان تامر وبسمة بصراحه كل فتره نلاحظ انهم عملوا لبعض انفولو وبعدها يرجع الفولو تاني، وده تحديدا اللي بيخلي الجمهور محتار معاه. اما المفاجاه الحقيقيه اللي فعلا استغربها الجمهور ان بسمة رجعت للغنى تاني، لا وبدعم من مين؟ من تامر شخصيا. كمان عملت اكتر من اغنيه بعد الانفصال ما بين المصري والمغربي، حاليا شغاله على اغاني تانية كمان، ومنهم كانت اغنيه مهمه من الحان العبقري الراحل محمد رحيم، لكنه للاسف اتوفى قبل ما يخلصها، وده اللي كتبته بسمة في الستوري عندها وقت وفاته. وزي كتير من المشاهير في عصرنا، بسمة استغلت السوشيال ميديا بشكل ايجابي علشان تظهر حياتها وجوانبها، فبقت بتنزل صورها وتصميماتها وكمان تفاصيل من حياتها اليوميه مع اولادها، اللي بالمناسبه نسخه كربونيه من تامر. الله يكون في عونك يا بسمة، هتموف اون ازاي؟ وحاليا بسمة متابعينها على الانستجرام بالملايين، ده غير باقي اكونتاتها على السوشيال ميديا، وسواء قلنا عليها الفنانه او مصممه الازياء او الانتربرينور بسمة بوسيل، فهي بصراحه قدرت تنجح في الثلاث مجالات دول وتسيب بصمه مميزه كمان. وزي ما عندنا شيرين رضا وعمرو دياب اللي دايما اسمهم مرتبط ببعض، عندنا برضو تامر وبسمة،
واضح كده ان اسمهم هيفضل مرتبط ببعض دايما. فمن اسبوع بالظبط اتسال تامر حسني سؤال في برنامج ET بالعربي، والسؤال ده كان مكتوب على ورقه ومش ظاهر على الشاشه بالنسبه لتامر. وقرا تامر السؤال اللي في الورقه وقال لا معقول هرد على الاشاعات، هنبدا السنه الجديده باشاعات. بس اللي تامر ما يعرفوش ان ET بالعربي حطوا السؤال على الشاشه وقت عرض اللقاء، وكان مكتوب ايه ردك على الاشاعات اللي بتقول ان انت وبسمة بوسيل رجعتوا لبعض. مبدئيا كده بعض الشائعات، فانا ايه حط حد للشائعات مش اكتر. لا خلينا نبدا سنه جديده بالشائعات. واللقاء اتذاع من هنا والدنيا اتقلبت من هنا، ان تامر بيضايق بسمة او انه اهانها او انه المفروض ما كانش يرد، كلام كتير قوي من النوع ده. ولان تامر شخص محترم وطول عمره ذوق بصراحه، نزل ستوري ووضح فيها اللي حصل، وقال ان البرنامج كانوا كاتبين السؤال في ورقه وما كانش المفروض انهم هيعرضوه على الشاشه، وانه اصلا ما قراش السؤال للاخر، واول ما شاف كلمه اشاعات رد على طول وقال مش مهم الاشاعات، مش هنبدا السنه بيها. وبالنسبه لرجوعي لبسمة، لا دي مش اشاعه، في ولاد حلال كتير بيحاولوا يصلحوا ما بيننا وكتر الف خيرهم وربنا يقدم اللي فيه الخير. وقال لهم تامر بمنتهى الحب الطريقه دي ممكن تعمل فتنه كبيره وتتسبب في مشاكل كمان، ازاي تكتبوا السؤال في ورقه وبعدها تكتبوه على الشاشه، كان المفروض تحترموا رغبتي في الاجابه عليه او لا. بصراحه يا جماعه سواء تامر كان شايف السؤال فعلا وقتها وده كان رده، او حتى ما كانش شايفه زي ما قال، فرده يحترم جدا وبيدل على انه خايف على مشاعر بسمة ومش حابب ابدا ان يكون في اي كلام يمسها او يضايقها، ودي مش حاجه جديده على تامر، دي اخلاقه اللي كلنا عارفينها. اما بسمة فما ردتش على الموضوع ده ولا قالت اي كلمه. بسمة مركزه دلوقتي في اغانيها الجديده، واللي منهم اغنيه نزلت في نفس يوم نزول اغنيه تامر حسني ورامي صبري. وعلق وقتها تامر حسني تعليق طريف وقال لبسمة احنا كده هنقطع على بعض. والله يا جماعه تامر محترم وابن اصول، وسواء رجعوا لبعض او ما رجعوش احنا بنحب الاثنين، بسمة وتامر. بسمة بنت حلال وتستاهل كل خير، وتامر كمان ابن حلال ويستاهل كل خير. وبما ان بسمة رجعت للغنى تاني واخده الموضوع بشكل جدي وكبير، واغانيها بسم الله ما شاء الله ناجحه وجميله جدا، بنتمنى لها كل التوفيق في حياتها العمليه او حياتها الشخصيه. ودي كانت حكايه النجمه المميزه بسمة بوسيل. استنوني الحلقه الجايه ونجم جديد في الريد كاربت.